السلام عليكم. احنا النهارده هنوري ازاي ناخد عينة تربة مهمة جدا. اي تربة في مصر، اي ارض في مصر تنفع لزراعة البولونيا، بس احنا عايزين نشتغل على علم. زي ما شفنا كده الحاج محمد، الحفرة ازيد من نص متر، حوالي 70 سنتي 60 سنتي، متر الا ربع بالظبط عشان يبقى الكلام سليم. حفرنا متر الا ربع. طبعا احنا حفرنا دي الارض اهي واضحة اهي معالمها، أرض رملية صحراوية. بنيجي في الزاوية ونحفر واحدة، ونيجي في الزاوية التانية ونحفر واحدة، ونيجي في الزاوية التالتة ونحفر واحدة، ونيجي في الزاوية الرابعة ونحفر واحدة، وبعدين نحفر في نص الأرض واحدة. هناخد كبشة رمل بالطريقة اللي أنا هعملها دلوقتي. خد يا حاج محمد صورني أنت. زي ما اتفقنا دي في نص الارض، ما دام عندي الارض نوع واحد، يعني انا حاسس ان الارض عندي نوع واحد، رمله واحده، فباخد واحده في النص، واحده في الزاويه، زاويه زاويه زي 4 زوايا وفي النص، يبقى عندي 5 حفر. شايف الفرس؟ الفرس كده ورا الجرار، سيبه اهي. عندي 5 نقط، 5 حفر. خليك معايا هيرجع. عندي 5 حفر، كل حفرة منهم متر الا ربع، 70 سم 80 سم 60 سم، مش اقل من كده. لما باجي اخد العينة، قرب يا محمد، دي عينة زي ما بيقولوا ايه، وش الارض. ما باجيش اخد من القعر كده، انا عارف الشمس مش مخليه الشاشة جايبة كويس، حاول على قد ما تقدر. باخد كده، شفتوا باخد ازاي؟ يعني بقى انا خدت من على ال 80 سم اللي هي الحفره او ال 70 سم، وخدت من على ال 60 ومن على ال 50 ومن ال 40 ومن ال 30. باخد بايدي بالطريقه دي، بمد ايدي تحت خالص في قعر الحفره خالص، بمد ايدي في قعر الحفره خالص واقوم عامل كده، واقوم واخد. دي كده بقت عينه التربه عندي. هما شويه صغيرين دول انا مش عايز غيرهم، وهاخد شويه صغيرين زيهم من الزاويه دي ومن الزاويه دي ومن الزاويه دي، يبقى انا خدت 5 مرات كلهم على بعض. يتحطوا في ازازه نظيفه، يتحطوا في شنطه بيضه نظيفه عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. للمره الثالثه بنزل ايدي تحت خالص في قعر الجوره او الحفره اللي احنا قلنا طولها 80 سم. بنزل ايدي تحت خالص واقوم واخد كده. تمام، عرفنا دي ضروري. بص الارض دي جيده جدا للبولونيا، بس انا بالطريقه دي عرفت احط سوبر فوسفات لو الارض متماسكه، احط غيره، احط كومبوست، احط كبريت زراعي، اعالجها. هعرف يعني اعمل ايه بالظبط. اشتغل وانا مفتح، اشتغل وانا شايف، ما اشتغلش وانا اعمى. التحليل ده ضروري جدا جدا في اي مركز بحوث، في المكان اللي انت فيه. انت شايفني كده يا محمد؟ شايفك شايف يا باشا. الكاميرا؟ لا انا شايفك كده بجايبك في النص. الحفره مش انا. لا ما انا جايبك كده بالنص كده بالظبط. في اي مركز بحوث حضرتك، في منصوره، في اسكندريه، في سيوه، في سينا، في الوادي الجديد، عندك مركز بحوث تبع وزاره الزراعه، هتاخد ده، هتاخده وتروح تحلله تحليل كامل. احنا النهارده حوالي 22 فبراير 2015، تقريبا في حدود 150 جنيه التحليل كامل. امسك الغطا يا محمد عشان جاي على العدس، شد الغطا كده، ايوه بس. تحليل كامل تقريبا ب 150 جنيه. هيقول لك اهم حاجه في التحليل ده تجيب لي البي اتش. البي اتش بتاع التربه دي من كام؟ البولونيا من 5 ل 8، اراضي مصر كلها من 6 ل 8، بس احنا زياده احتياط. ليه؟ لان لو 8 ونص او 9 ليها معالجه بسيطه جدا وبرده تنفع. مش هطول عليكم، ده تحليل التربه للمره الاخيره. بنزل ايدي تحت خالص، حفره طولها متر، انا عاملها هنا 80 سم، لو انت عملتها متر ماشي، وتحط ايدك كده وتقوم واخد كده. هعمل كده في ال4 حفر، يبقى عندي كده ارضي كلها عرفت المتوسط بتاعها ايه.
والسلام عليكم.